السلام عليكم. لسه راجع حالا من فيلم دون بارت 2، وهو الجزء الثاني من سلسلة افلام دون، واللي مقتبسة من رواية بنفس الاسم. الرواية دي قديمة جدا، والجزء الاول والثاني يكونوا مقتبسين من الكتاب الاول اللي بعنوان دون، والجزء الثالث هيكون مقتبس من الكتاب الثاني اللي بعنوان دون مسايا او دون المسيح. ولو انت عجبك الجزء الاولاني فاحب اقولك ان الجزء الثاني علق عليه بشكل كبير جدا. وفي مراجعة النهاردة هنتكلم عن الفيلم بدون حرق. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. واكيد اول حاجة لازم اتكلم عليها هي التجربة البصرية في الفيلم دوت. الحقيقة كانت عظيمة جدا، وهتستمتع جدا بالتجربة البصرية في الفيلم، لدرجة ان كان في كادرات في الفيلم كنت بركز مع جمالها وبنسى الفيلم اصلا قصته كانت بتحكي على ايه. انا بس مستمتع باللي انا شايفه. طبعا ده يعني زي ما عودنا دينيس فيلينوف بالصورة البصرية الممتازة بتاعته في الجزء دوت وفي الجزء الاولاني وبريزنرز وبليد رانر وكمان ارايفل. فبصراحة دينيس فيلينوف من أحسن المخرجين من حيث التصوير بتاع الأفلام بتاعهم. ولا بقى الموسيقى التصويرية اللي كانت من عالم تاني، طبعا نفس الموسيقى التصويرية اللي كانت في الجزء الأول من هانز زيمر، اللي أبدع جدا في تصميم الموسيقى في الفيلمين. طبعا يعني هانز زيمر مش محتاج أتكلم عنه، اشتغل في أفلام كتير جدا مع كريستوفر نولان، وكانت الموسيقى اللي طلعها أيقونية جدا، وأشهرهم طبعا كان انترستيلر. وبصراحة أنا شايف إن سبب نجاح السلسلة ديت عموما هو تركيز دينيس فيلينوف على التفاصيل في السلسلة. أنت بتشوف يعني كل التفاصيل مركز عليها، من الكواكب للشخصيات للعوائل للأماكن للفترة الزمنية اللي هما فيها، وتصميم الجيوش وتصميم المعارك، تصميم لبس الشخصيات، ويعني وحتى كمان اللغات اللي بيتكلموا بيها، وان في اكسنت اللي بيتكلموا في يعني اللي عايشين في الجنوب واللي عايشين في الشمال. فبصراحة التفاصيل في الفيلم دوت والجزء كمان الاولاني هما اللي خلوا السلسلة ديت ان انت تتعلق بيها. ما شفناش بصراحة يعني سلسلة افلام خيال يعني بالتفاصيل ديت وبالتركيز على دقة ديت من ايام لورد اوف ذا رينجز وستار وورز كمان السلسلة القديمة. فبصراحة شابوه جدا على تركيز للتفاصيل، واللي قدر يحول الكتب من كلام مكتوب على ورق لصورة بصرية عظيمة جدا بتمثيل وصوت وحاجة في منتهى الجمال. وبرضه في الجزء الاولاني كان في شخصيات كتيره جدا عدينا عليها بسرعه وما تعمقناش في الشخصيات ديت واهدافها ايه وعايزه ايه وبالظبط. ولكن في الجزء ده احنا شفنا كل الشخصيات وكل العوائل، ايه كل واحد بيفكر في ايه وايه هدفه من الملحمه اللي احنا فيها ديت. الملحمه الكبيره جدا اللي بتفكرني يعني بجيم اوف ثرونز، ولكنه في الفضاء وفي المستقبل. فتخيل كده قصه جيم اوف ثرونز والتفاصيل بتاعه العوائل وكل الكلام ده في عالم خيالي في الفضاء في المستقبل بعيد جدا. فبصراحه في شخصيات كتيره جدا ما كناش مركزين معاها في الجزء الاول تعمقنا فيها في الجزء ده، غير ظهور كمان شخصيات جديده. يعني كل واحد فيهم اخد حقه، وكل ده بسبب الكتابه اللي كانت كويسه جدا، ووظفت كل شخصيه وادت كل شخصيه الارك بتاعها. ما عدا شخصيه يعني استن باتلر، حسيت ان هو كان ممكن ياخد وقت اكتر من كده على الشاشه. كانت شخصيه جامده، كنت يعني محتاج ان انا اشوفه كتير في الفيلم، ولكن فضل دينيس فيلينوف انه يركز اكتر مع شخصيه بول اتريتس ونشوف التطور بتاعه وحياته كانت مشيت ازاي وتطوره، ويعني ازاي جرى في حياته مع يعني سكان كوكب اراكس وعلاقته بيهم اتطورت ازاي. وبصراحه تيموثي شالاميت قدم اداء ممتاز جدا في الفيلم دوت، وانا شايف ان الممثل دوت ليه مستقبل باهر جدا في التمثيل. وبصراحه هو الكاست كله قوي جدا. انت عندك تيموثي شالاميت، زندايا، باتيستا، يعني جوش برولين، عندك كمان فلورنس بيو وكريستوفر والكن. يعني عندك كاست ضخم جدا، وغيرهم من الممثلين كاست كبير جدا. وتفوق كمان على الجزء الاول اللي كان الكاست بتاعه ضخم جدا، واوسكار ايزاك، ويعني ليله كبيره قوي سعادتك. فبصراحه الجزء دوت تفوق بشكل كبير جدا على الجزء الثاني. ملحمه سينمائيه ضخمه جدا، منتظرين جدا ايه الجزء الثالث. وبصراحه
يعني الفيلم دوت كان تحفه فنيه، ويعني اي حد عايز يخش السينما ومش عارف يخش ايه، انصحك بان انت تخش فيلم دوم بارت 2. هتستمتع جدا لو انت عجبك الجزء الاولاني. فالخلاصه كده ان الجزء ده تحفه فنيه. حتى الان هو الفيلم الوحيد اللي انا شفته في 2024، بس هو احسن فيلم في 2024، واعتقد هيحافظ على المركز دوت فتره كبيره. وفي النهاية تقييمي لفيلم دوم بارت 2 هو 9/10. وبس كده، دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. ما تنساش لو الحلقة عجبتك تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.